مين فينا اتفرج على انمي معين وما انجذبش للشخصية الشريرة اللي فيه؟ اهلا بيك صديقي الاوتاكو في فيديو جديد. ولو اول مرة تشوفني فلازم تعرف اني اكتر اوتاكو مواضيعه هتستفزك وكلامه ممكن ما يعجبكش وتبقى عايز تقفل الفيديو بسببه، ولكن لو صبرت عليا شوية وسمعت وجهة نظري ممكن تقتنع. مش هطول عليك صديقي الاوتاكو، يلا ندخل في الموضوع على طول. ولو عجبك الفيديو دوس لايك ودوس سبسكرايب. عايزين نوصل الفيديو ده ل 500 لايك، انا مش طماع. باين من موضوع الحلقة ان احنا هنتكلم عن اشرار الانمي اللي دايما بيلفتوا نظرنا بسهولة، والاسباب لده ان افكارهم بتعجبك. تبقى قاعد مع نفسك كده وتقول ما العالم ده يستاهل الدك فعلا، ولا العالم ده يستاهل فعلا حد شرير يطبق العدالة فيه. شرير وعدالة، ازاي جالي قلب احطهم في جملة واحدة؟ بس في الاول والاخر صديقي الاوتاكو هم اشرار. مفيش حاجة اسمها العدالة تطبق بالعافية، لان الشر بيجيب شر، وكمان دايما تطبيق العدالة بالعافية بيبقى فيه ظلم. هتقولي بس هم عندهم وجهة نظر. صديقي الاوتاكو مفيش حد في الدنيا ما عندوش وجهة نظر. الشر في الاخر اختيار، لان فطرة الانسان سليمة، محدش بيتولد شرير. وهقولها تاني، الشر بيجيب شر ودايما نتائجه وحشة. وعشان كده انا جمعت لك النهاردة في الليستة اشرار عندهم وجهة نظر. وركز معايا، احنا عارفين ماضيهم، يعني نقدر نحكم على اختياراتهم من اللي حصل لهم. وخد بالك هيبقى فيه حرق في بعض الانميات، فاعمل اسكيب لما توصل لشخصية انت مش عايز الانمي بتاعها يتحرق لك. وانا في الديسكريبشن برضو هبقى حاطلك ترقيم بالشخصيات وبالدقايق عشان تبقى عارف المفروض تعمل اسكيب لانهي دقيقة. في المركز العاشر معانا دوفلامينجو من وان بيس. باع اهله والناس وشره عدى المحيطات، وطبعا عنده مبررات. واحد كان في يوم من الايام تنين سماوي، فجأة باباه قرر ان هو هيبقى من الناس العادية العامة اللي لا تملك اي مميزات للتنانين السماوية. واللي اتفرج على وان بيس هيبقى فاهم قصدي اكتر. التنانين السماوية دي فئة من الناس ماشية تطوح في اي حد، لدرجة ان هم لابسين خوذة عشان ما يستنشقوش الهواء اللي العامة بيستنشقوه. حاجة كده تخليك زي ما انت شايف وشي كده. نرجع لدوفلامينجو اللي اضطر هو واهله يبقوا ناس عاديين بسبب قرار باباه، لان باباه ما كانش عاجبه سياسة التنانين السماوية على حسب ما اتذكر. فالناس العادية بدأوا يعذبوهم لانهم كانوا تنانين سماوية في يوم من الايام، فبدأوا ينتقموا من الظلم اللي شافوه من التنانين السماوية فيهم. ودوفلامينجو اصلا كان واحد مغرور وشايف نفسه، وكان ضد قرار باباه، اصلا مش عاجبه، فهو كره الكل وعمل البلاوي الزرقاء اللي انت شفتها في الانمي ده. على الناحية التانية اخوه اختار العكس، عذر الناس. اهو اتنين زي بعض، واحد اختار يبقى شرير والتاني اختار يبقى طيب. الشر اختيار. المركز التاسع معانا يوهان من مونستر. بص صديقي الاوتاكو، ايرين عايز يقضي على البشريه عشان خاطر اصحابه يعيشوا، واحنا هنتكلم عن ايرين بس مش دلوقتي، قدام شويه. جيتو عايز يقضي على غير مستخدمين الجيجيتسو عشان هو شايفهم قرود. يوهانا عايز يقضي على البشريه عشان عايز يعيش لوحده. انت متخيل ان دي اسبابه؟ انا حرفيا ما خلصتش مونستر ومش هتفرج عليه. مش اللي هو مأجلاه، لا انا مش هتفرج عليه، لان انا كإنسانة كآية مش هستحمله. وهو انمي برضه مش مناسب للمشاهدة، هيجيب امراض نفسية للي يتفرج عليه، ومش هتفرج عليه اكتر من كده لان انا مش فاهماه. يعني انت ما عندكش وجهة نظر يا يوهان، انا مش برتاح لك. المركز الثامن معانا هيسوكا. القائمة دي ما تنفعش تكمل من غير هذا المعقد النفسي السايكوباتي. انا عارفة ان انا قلت لك ان احنا مش هنجيب حد مش عارفين ماضيه، بس هيسوكا استثناء، لان هو كاركتر مكتوب الوصف بتاعه انه يبقى غامض، وما اظنش ان حد عنده فضول قوي ان هو عايز يعرف ماضي هيسوكا. القالب اللي تشكل عليه شخصية هيسوكا عامله لك اكتفاء ذاتي، هو جامد كده. لو عرفنا ماضيه مش هيبقى جامد. اكتبي رأيك في كومنتات صديق الاوتاكو، هل بتوافقني في الموضوع ده ولا لا؟ المركز السابع معانا تيتش من وان بيس، اللي بسببه عشنا أزمة نفسية وخسرنا 2 من الأنمي لغاية دلوقتي مش عارفين نتجاوز خسارته. واظن ان تيتش واحد من الاشرار اللي لوفي هيقابلهم في المراحل الاخيره من ايجاد الوان بيس، واحتمال برضو لوفي يخسر خساره كبيره بسببه برضو ويفتح الجراح القديمه. الموضوع مش هيعدي بالساهل انا بقولك. المركز السادس معانا ايزن من بليتش، الراجل اللي كل ما السول سوسايتي يقول خلاص قفشناه يلاقوه هو هناك
عدى واستعدى، هم اصلا ما وصلوش لحاجه، جننهم كلهم. واحد بيخمر في خطه 1000 سنه. انت ايه الصبر اللي انت فيه ده؟ لا لا لا، شر مش سهلين خالص على فكره. قبل ما نروح للمراكز الخمسه الاولى، وبما اننا بنتكلم عن الشر في الحلقه دي، فيا ريت ما تنسوش اخواتكم في الدعاء، وان توعوا دايما اللي حواليكم بالقضيه، وان من الحين للاخر تشيروا دايما عنهم، تتكلموا دايما عنهم، لان خلاص اهو احنا تقريبا هنكمل سنه وهم لسه عايشين في العذاب ده. ما فيش انسان على الارض يستاهل ان هو يكون بيتعذب كل العذاب ده. وارجوكم كملوا على المقاطعه، وما تنسوهاش هي مش ترند، ده مبدأ ودي عقيده، ودي اقل حاجه ممكن نعملها. ونروح على المركز الخامس، ميريوم من هانتر. شايف البشر كائنات غبيه، وصاحب جمله شهيره: ليه حد غبي يتحكم في حد اذكى منه لمجرد ان معاه السلطه؟ مبدع، معاه حق. بص على حالنا صديق الوتاكو. فخلاص الحل ان احنا نساوي بين البشر حتى لو بالتهديد، ونقضي على اصحاب السلطه. يعني ده شرير بصراحه، انت عايز تعمل له كده، اقصد كده يعني هو راجل بصراحه، يعني هو اللي بيقول، انا ما قلتش حاجه، هو اللي بيقول. عايشين في عالم ظالم صديق الوتاكو. خد بالك بقى، لان الستة اللي فاتوا كوم، والاربعه اللي جايين كوم، بما فيهم ميريوم اللي كان في المركز الخامس. الاشرار اللي هنقابلهم دلوقتي دول، يعني انت مش عارف تقول لهم يعني انتوا مالكم، انتوا ايه بالظبط؟ يعني انا مش عارفه اعذركم ولا اقول لكم حرام عليكم ولا اعمل ايه بالظبط، انا مش فاهم. معانا في المركز الرابع العراب الساحر. ايرين بالنسبه لي في الموسم الاول والثاني والثالث ما كنتش منتظره منه حاجه، لغايه ما جه الموسم الرابع. خليني احكي لك قصه قصيره. انا كنت قاريه المانجا لدرجه اني ما عرفتش اشوف الموسم الاخير من اتاك اون تايتان عدل. انا كنت بتفرج عليه وانا عامله كده، عارف اللي هو لا ما كنتش جاهزة خالص لقرارات ايرين. فكر معايا كده يا صديق الاوتاكو، وحط عقلك على عقلي. هل في انسان طبيعي يجيله قلب يدك البشرية؟ يعني معلش ما تقوليش ما انت مش ايرين، ها، حط نفسك مكانه. انت لو مكانه هيجيلك قلب تعمل كده في 80% من البشر؟ 80% دول فيهم ناس بريئة ما تستاهلش الموتة البشعة دي. ايه اللي شافوا ايرين؟ ايه اللي اختبروا عشان يقودوا لهذا القدر من الجنون؟ الموضوع مش محتاج شجاعة، الموضوع محتاج انسان مجنون. ايرين اتجنن، اكيد شاف بشاعة كافية تخليه ان يقول لا مفيش امل في العالم ده الحاجة الوحيدة الصح دلوقتي. وهنا هستحضر جملة قالها واحد من جيش المارلي تأكد كلامي، ان اضطهادهم للألضيين ونبذهم طول السنين اللي فاتت وتعذيبهم هو اللي خلق الشيطان ايرين ييجر. ايرين شاف الماضي والحاضر والمستقبل، كل الطرق تؤدي الى هذا الدك، ولكن ده مش عدل ومش صح. في ناس بريئة ما كانش ليها ذنب خالص ان هي تموت الموتة البشعة دي. عشان كده بقول ان ايرين ما كانش شجاع بس، لا، ايرين كان مجنون. ايرين اتجنن فقط. المركز الثالث معانا لوليتش من كود جيس، اللي قال لنا كلنا انا هبقى اشر من الشر عشان اتحكم في الشر نفسه. عامة هو انمي كود جيس من الانميات اللي المفروض الانسان يتجنب يتفرج عليها لسلامته النفسية والعقلية. بمنتهى البساطة معانا شخصية انسان قرر يبقى اكتر شخصية شريرة في العالم عشان العالم يتحد ضده، نفس طريقة تفكير ايرين ييجر. بس ايرين يعني كان شديد شوية، ايرين دك الناس. لوليتش كانت الخسائر عنده اقل. كمان كود جيس قبل هجوم العمالقة، يعني عشان محدش يقول هجوم العمالقة وكود جيس واخدين من بعض، لا هو ده في حته وده في حته، ماشي صديق الوتاكو، يعني ده في حته. المركز الثاني معانا يوتشيها مادارا، وبرده عنده نفس الجنون اللي كان عند ايرين واللي عند لوليتش، واللي هيبقى مع اخينا اللي في المركز الاول ده موبير اللي في المركز الاول. المهم يوتشيها مادارا برده واحد من الناس اللي عايز يلغي عقول البشر ويعيشهم في حلم ما فيهوش حروب، ما فيهوش انك تختار، انت ده حلم انت مجبر انك تعيشه، ما عندكش اراده فيه. لان انت لو حر الاراده هتقود للحروب، هتقود للجشع، هتقود لتدمير السلام. انت شايف هما بيفكروا ازاي؟ يعني انا بحاول اخد ودي معاك عشان يعني حط عقلك على عقلي، ده مش تفكير ناس طبيعيه، وده تفكير اي انسان شرير وجد على كوكب الارض. يعني هم عندهم وجهات نظر والسبب عندهم اسباب، بس يعني
ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. ودايما الانمي بياخد من واقعنا المؤلم. ونروح على المركز الاول، الاب الروحي لكل الاشرار دول، ياجامي لايت كيرا من ديس نوت. وده بقى اللي اخد سكه لو العداله ما اتحققتش بالذوق هحققها بالعافيه. وانا لسه هحقق واخد ودي في الكلام معاك، الحكم اتصدر. واحد كده تحس ان هو خلقه ضيق، بيقول لك انا خلقي ضيق، انت شرير، موت، روح موت موت واسمع الكلام. يعني تخيل كيرا ده او ياجامي لايت بقى اللي هو قبض على حد، بما انه هيبقى شرطي في المستقبل، يعني قبض على حد وقام ده في محكمه وهو النيابه اما بيقول ان الانسان ده المفروض يحكم عليه بكذا او ممكن يتعدم، يعني ده المفروض يتعدم، فيجيب له محامي مرتشي ومفتري يعرف يخرجه من القضيه ويعيش المحامي المفتري ده براحته سعيد والمجرم ده يعيش سعيد. لا انا ليه اعيشه مساعده؟ هات المحامي وهات المجرم ده وخلص على الاثنين. انا طبقت العداله بالعافيه ومش هحقق، انا راجل خلقي ضيق، هو كيرا خلقه ضيق. ولكن صديق الاوتاكو مش دي سكه العداله، اسمها العداله يعني فيها عدل، وما ينفعش تطبق بالعافيه، وما ينفعش تطبق بطريقه شريره، لان الشر بيجيب شر. الشر في الانمي مواضيعه كبيره قوي ومش سالكه، وانا لو قعدت ارغي فيها هحتاج 90 حلقه. واصلا انت قاعد بتاخد وتدي في الكلام معايا كده هحسسك ان انا بتفرج على انميات وانت بتتفرج على انميات تانية. انت هتقولي ايه وانت معلش يعني الانميات دي بتشوفيها فين؟ انا بشوف حاجات تانية. انت ازاي بتفكري كده؟ معلش انا الاوفر سينكينج عندي بيضيعني، ما بينيمنيش الليل الاوفر سينكينج. لو عايز اجزاء تانية من الشر في الانمي اكتب لي في الكومنتات، ولو عندك اقتراحات عن مواضيع تانية كده شائكة برضو اكتب لي في الكومنتات. ما تنساش تكتب لي في الكومنتات برضو مين اكتر واحد لفت نظرك في الليستة بتاعتي ويفاجئك طريقة كلامي عنه. ولو وصلت المرحلة دي من الفيديو للآخر يعني شكرا جدا صديق الأوتاكو، دوس لايك وسبسكرايب. ما تنساش تتابعني على كل منصاتي. قول معايا يوش إيكيموشو.